بسم الله الرحمن الرحيم. علم الفقه يقول أن الفقه مستند على الأسس التالية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذه الأسس الأربعة التي وضعها الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي ولد عام 150 هجرية، أي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 140 سنة. وهو عندما وضع أسس الفقه استند على أطروحة خطيرة جدا، وهو قالها لأول مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الوحيين، وقد قال أن الكتاب وحي، التنزيل الحكيم، والسنة وحي آخر. لذا أعطى السنة الشرعية كالكتاب، ومن هنا ظهر علم الحديث. وأنا أقول من هنا ظهرت صناعة الحديث، لأنه أصبح صناعة، لأنه أصبح السند إليها هي مصدر الأحكام ومصدر أي شيء تريد أن تبحث عنه، فعليك أن تأتي بحديث أو قول أو وضع شيء، ومصطلح علم الحديث كله وضع، ومصطلح هذه الصناعة. الشافعي اعتمد في قوله تعالى أن النبي صاحب الوحيين، وهو أول من قالها بعد وفاة الرسول 130 سنة ولد. والنجم إذا هوى، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو اعتبر هذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي تعود على الأحد ما يسمى الأحاديث النبوية، أو ما يسمى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. أي أن الشافعي والفقه الإسلامي بمجمله قام على أساس وجود الترادف. إذا ألغيت الترادف الآن، إذا ألغيت الترادف من التنزيل الحكيم، فإن الفقه يصاب في مقتل وينهار، ينهار مباشرة. لأن الشافعي أولا، الشافعي لم يفرق بين القول والنطق. فأنا عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فأي مستمع يكفرني يقول أنت تقول قال محمد، هذا لم يقل محمد، هذا قال الله. قال الله قل هو الله أحد الله الصمد. ولكن إذا قلت لك قال الله نطق رسول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فلا أحد يمكن أن يعترض. لذا فالله هو القائل، والناطق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والناطق عليه البلاغ، والناطق عليه البلاغ ليبلغ، والناطق عليه البيان، والبيان هو عكس الكتمان، والبيان هو عكس الكتمان. البيان لا تعني الشرح، تعني عكس الكتمان. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يذكرون. والذكر هو الصيغة اللغوية المنطوقة للكتاب الذي نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنزيل الحكيم. لذا فعندما نقول نطق، فالنطق هو يخرج من الفم ومن الحلق، والنطق دائما حق، لأن النطق هو عبارة عن مجموعة الأصوات التي تخرج من الفم. لذا فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، نحن نطقنا حق لأنه موجود، ولكن في هذا النطق قد لا نقول الحق. النطق حق، ولكن القول ليس ضروري أن يكون حق. لذا فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لذا قال النمل يتكلم بالإشارة، ويتكلم بعضهم مع بعض بالإشارة. لذا سليمان قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنهم، سليمان فضحك فتبسم ضاحك من قولها. هذا يعني أن القول عندما ينطلق إلى الذهن ليصبح معنى فيصبح قولا، أي أن القول له مقولة، دائما القول له مقولة، أما النطق ليس من الضروري أن يكون له مقولة. وهكذا نرى سقوط قول الشافعي أو فرضية الشافعي
بأن السنة وحي، لأنه لم يفرق بين القول والنطق. فأنا إذا قلت أنا الذي نظر أعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، فهنا أنا الناطق والمتنبي هو القائل. وهناك نقول الناطق باسم وزارة الخارجية، هذا يعني القول ليس قوله والقول وزارة الخارجية، وهذا نستعمله بكل أهل الأرض. وهنا هذه المغالطة التي استعملها الشافعي ودخل فيها وصنع من وراء هذا كل حياة العرب في القرن السابع جعلها دين، وبالتالي ودخلنا في هذه المتاهة إلى يومنا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.